مساء الخير بنات، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. طبعا اليوم حبيت اسوي غدا وعشاء نفس الوقت، يكون عراقي قديم. هنا طبعا سويت اللحم مثروم، طلعت قصدي جبت لحم مثروم فريش وثرمت عليه بصل وطماطم، وهنا طلعت باذنجان وبتيتا وهسه دايرة اثرم الكرفس حتى اسوي بيه كباب عروق. ودا جهز همينة كوبا مال مي العراقي، يعني مال موصل قصدي. مسوية بورة كمل راح اطلع واسوي غدا يعني خفيف شوي طيب نواشف. انتظرون لنهاية الفيديو. طبعا هسه ضفت للكرفس وخليت للكركم وملح وطحين وشوية ثوم همينة باودر، وهسه راح اعجنه وخليه بالثلاجة وبعدين حتى ابدي اقلبيه كفتة او كباب مثل ما يقولون. طبعا هسه خلصت الكباب عروق هنايا والباذنجان والبتيتا، نسيت اقلي طماطة. يلا هسه اسوي طماطة همينة حمص حتى اسوي اكل عراقي على اصوله، يعني كلش طيب هالاكلة مال ايام قبل. نتذكر بيه الحصار، مو الحصار انا ولا حكيت، بس اتذكر بيه الحرب اللي صار اخر حرب 2003. كنا يعني كل شي ناكل هيج اشياء يعني نواشف، لو ناكل تمن وباقلة وشمنت، كان هاي الأكلة المشهورة عنا. يوميا أبوي كان يروح خطا يسوق، لو يلقى الباقلة ولو ما يوم يلقى الباقلة ويوم ما يلقى الشمنت، ويوم يلقى الشمنت ويوم ما يلقى الباقلة. وعلى هالرنة لحد ما خلص الحرب ولحد ما رجعنا لبغداد احنا ما ماكلين باقلة ولا شمنت والتمن قصدي، يعني كامل. دائما أمي كانت تسوينا لو ويا الشمنت لو ويا الباقلة. طبعا هنا خلصت الأشياء. الكبة ما نجح عندي، ما أعرف ليش، يمكن كان مشكلة بالبرغل. ففرشته بصينية قصة عندي وحطيت بطن اللحم مثروم وحطيت فوقها البرغل، يعني فرشته سويته شلون كبة بالصينية على قولتهم السوريين، لأن قد حاولت ما صار. بعد ما أعرف يعني شنو وين المشكلة. أنا والله واي عجنته وهواي فرشت بيدي يعني بس ما يصير، تفلش عندي بأثناء من دا فور الكبة. طبعا لازم التليفون بيدي فمنها دا يتحرك. طبعا هنايا الفارة الصغيرة ديما أكلت كل المكسرات. كان هنا فستق العبيد كلش طيبة، خالتي اشترت هنا من تركيا. يعني يكون حلو، فديما هواي كانت تحبه، فكانت كل ساعة تروح وتجي تخمط منه تبوق منه وتاكل. فسبق هنا بس عندي الزبيب والمشمش وذني السوالف خالتين. طبعا هنا راح اسوي القعدة، حجيب هاي الحصيرة احطها بالنص زولية قصدي، وحتى نحط عليه المواعين مالتنا الاشياء، واحط المواعين لالة، اسوي لهم قاعدة على اصول عراقية. وصيت هنايا قماش من شي ان، وصيت شوي غراض لرمضان ووجوه مال يعني مال رمضان وفوانيس وذي السوالف، ان شاء الله من يوصل اشوف لكم اياهن. واشتريت قماش هاي القعدة. اشتريتها حمرة تكون نفس تقريبا، يعني مو 100% بس يعني تقريبا تكون نفس القعدة العربية. أنا دا أحاول أسوي قعدة صدق عربية بس ما دا ألقي قماش نفس مال العراق مثلا خلينا نقول، أو مثل مال الخلايج يعني يستحملون قعدات عربية، بس دا أحاول أني. وهذا اللي لقيته اشتريته يعني مشيان، وإن شاء الله يعني أوصل ويكون حلو. ما شاء الله المسح كل الأمواعين هذا ما تبقى، أنا بعدني ما مخلصة. نهاية الفيديو بنات، تصبحون على ألف خير ومع السلامة. لا تنسون اللايك والاشتراك. باي باي.